قناة منوعات منى البشبيشي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وأصدقائي وأحبائي ومتابعيني في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض سمك البلطي وسمك المحرات، هنعملهم قلي. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه هي وهنعمل السمك بتاعنا ازاي. يلا بينا. عندنا السمك بتاعنا سمك المحرات اهو، طبعا هو متنضف كويس وشايلين الجلد بتاعه. السمك ده حلاوته في ان هو مفهوش شوك، فيه عظمه بس في النص. وعندنا التحديقه بتاعته اللي هي عباره عن توم وملح وكمون وشطه وفلفل. طبعا اللي ما بيحبش الحاجات الحراقه ما يحطش الفلفل، ممكن يحط شطه، حاجه بسيطه جدا. هنقلب الخليط مع التحديقه بتاعتنا عشان خاطر هنسيبه شويه عشان ياخد الملح بتاعه. وعندنا البلطي. السمك البلطي طبعا متنضف كويس جدا، منضفينه من جوه ومن بره. وطبعا كلنا عارفينه، ما فيش حد مش عارف السمك البلطي، لكن ممكن المحرات في ناس ما تعرفوش. تمام. عملنا اهو، حدقنا المحرات بتاعنا، وهنحدق دلوقتي السمك البلطي عشان نحشيه اهوت. طبعا اهو بنوريه لكم غاسلينه ومنضفينه اهوت كويس جدا. وحاطين طبعا عليه ليمون ومظبطينه يعني. هنجيب الحشو نفس الخلطه، هنحشيها من جوه، بس احنا الخلطه دي مش هتكفي، هنجيب غيرها اهوت. وهنحشي هنحشي السمك من جوه زي ما انتم شايفين اهو. عشان زي ما قلت لكم هنسيبه يتحدق ياخد الملح بتاعه. هنسيبه شويه، نسيبه حوالي ساعه كده، احنا كان لسه في وقت على الفطار، فروحنا عاملينه وسايبينه كده ايه ياخد التحديقه بتاعته براحته اهوت. وفي شويه حشو فضلوا فاحنا حطيناهم فوقيها. هنسيب بقى السمك بتاعنا عشان ياخد الحدق بتاعه، هنحط عليه ليمون دلوقتي، هنرش عليه نعصر نص ليمونه كده عليه. طبعا الليمون، السمك بيحب الليمون ويحب الكمون. هنيجي بقى نعمل الرز بالبصلة او رز الصيادية. هنجيب البصل ونحمرها. طبعا رز الصيادية البصلة بتاعته بتبقى غامقة زي ما هتشوفوا دلوقتي اهي كده. ادي البصلة بتاعتنا اتحمرت. طبعا رز الصيادية زي ما قلت لكم البصلة بتاعته بتغمق، ما بتبقاش يعني تحس ان هي داخله خلاص هتتحرق، بس ما بنحرقهاش، بنغمقها بس. هنيجي نحط خلاص بعد ما حمرنا البصله هنحط بقى الميه بتاعه الرز عشان خاطر نعمل الرز بتاعنا. تمام. انا طبعا كنت بقى، كانت ماما طبعا هي اللي بتعمل، انا بصورها. كانت قاعده تقلب. هتحط دلوقتي الميه بتاعه الرز بتاعنا اهيت. تمام. هنكمل برضو. ادي الميه بتاعه الرز بتاعنا، وطبعا هنكون غاسلين الرز بتاعنا كويس ومصفيينه من الميه عشان خاطر نحطه في الميه. بس هنستنى لما الميه بتاعتنا تغلي، وبعد كده نحط. طبعا حطينا الملح اكيد. هنستنى الميه بقى تغلي عشان نحط الرز بتاعنا. الميه غليت اهي زي ما انتم شايفين. هنحط بقى الرز بتاعنا. ماما حاطه شويه فلفل اسمر، طبعا كل شيخ وليه طريقه زي ما انتم عارفين. وادي الرز بتاعنا اهو غسلناه كويس وصفيناه من الميه. هنحط الرز بقى على الميه عشان خاطر نعمل الرز بتاعنا الصياديه. انا عاملاه معاكم قبل كده، بس انا ما حطيتش فيه فلفل اسمر. كل شيخ وليه طريقه زي ما قلت لكم. ماما بتعمل بقى بتحط فلفل اسمر. هسيب طبعا الرز بتاعي بعد ما احطه هسيبه على النار. في الاول كده بنسيب النار عاديه شويه، واول ما نبتدي الميه تتشرب الرز او الرز يتشرب الميه. فبنروح موطيين الرز، موطيين على النار بتاعتنا تبقى واطيه خالص عشان خاطر الرز بتاعنا ما يشتش. تمام. اهو دينا بنحط الرز اهوت. خلاص احنا خلاص حطينا الرز اهو، بنحط اخر حاجة. وهنقلب بقى الرز بتاعنا عشان خاطر الرز كله ياخد من المية، ما يبقاش جزء يتشرب مية كتير وجزء لا. خلاص. وهنغطي بقى الرز بتاعنا ونسيبه لغاية ما يستوي، ونيجي بقى على السمك. هنيجي بقى السمك بتاعنا. سمك المحرات الاول هنقليه، وهنقلي الاتنين مع بعض عموما. بس هنعفر الاول سمك المحرات، وبعد كده هنعفر السمك البلطي. بنعفره بالدقيق طبعا. هنحط السمك في الدقيق زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامل ازاي، اكنك بتعملي بانيه والله. السمك ده حلو جدا. واحلى حاجه فيه ان هو ما فيهوش شوك، ده احلى حاجه فيه. تمام. هنكون حاطين بقى الطاسه بتاعتنا وحاطين الزيت، هنسيبه يسخن عشان خاطر نقلي السمك بتاعنا.
ادي اهوت السمك بتاعنا بعد ما حطينا في الدقيق، حطينا عليه الدقيق. هنعمل بقى السمك البلطي، هنحط برضو عليه الدقيق عشان خاطر نقلي كله مع بعضه. احنا كان خلاص المدفع قرب يضرب، فخلاص بقى ابتدينا ان احنا نعمل عشان الاكل يبقى سخن. هنيجي بقى الطاسه، الطاسه الزيت سخن خلاص. هنحط بقى السمك بتاعنا عشان خاطر نقليه. تمام. بتحطي السمك عادي وبتستني لما بيتحمر من الجنب، وبعد كده الجنب التاني. طبعا دي ما فيهاش اي افتكاسات، عاديه جدا. بس انا بحب اوريكم كل خطوه احنا بنعملها عشان ما بقالش بعمل حاجه. انا زي ما قلت لكم قبل كده ان القناه بتاعتنا قناه للمبتدئين، للعرايس الجداد والبنات الصغيرين اللي هم لسه بيتعلموا الطبخ، مش للناس الشاطره اللي احنا المفروض نتعلم منهم. هسيبه بقى لغايه ما يتحمر شويه وهرجع لكم تاني. وادي الرز بتاعنا اهوت على العين التانية. هو حطينا له تقليبه عشان خاطر يكمل سواه. هو كان خلاص فاضل له حاجه بسيطه وننزله من على النار. حطينا له تقليبه اهو زي ما انتم شايفين، وهنغطيه تاني عشان يكمل السوا بتاعه. هو كان فاضل له حاجات بسيطه. ونرجع للسمك بتاعنا تاني، هنسيبه بقى لغايه ما يتحمر عشان خاطر نقلب السمكه على الجنب التاني. اديني بقول لكم كل التفاصيل عشان خاطر ما حدش يقول لي في حاجه فاتتني. هنيجي بقى نقلب السمكه عشان خاطر نحمرها من الجنب التاني. بصوا السمك ولسه هنحمرها، يبقى ما شاء الله عليه بصراحه حلو جدا يعني. اهوت السمك بتاعنا قلبناه واتحمر. وادي سمكه البولتي اهيت، هنحمرها من الجنب التاني. هنخلص التحمير بتاعنا عشان خاطر ما اخدش وقت معاكم. انا طولت عليكم الفيديو بس معلش سامحوني. عشان خاطر لما اجي اطلع هجيب منديل طبعا واحطه على طبق عشان هطلع، عشان خاطر السمكه ما يبقاش مليانه زيت. فالاحسن ان انت تجيبي منديل بتاع المطبخ وتحطيه على طبق وتطلعي عليه السمك بحيث ان الزيت يهدى شويه يتصفى شويه. ادي اهو جهزت المنديل على الطبق، وهبتدي ان انا اطلع السمك بتاعي لما الاقيه اتحمر خالص وبقى حلو. ادي اهوت هبتدي بقى ان انا اطلع السمكه كده. الحته ديت كانت قشره كده اتشالت من على السمكه اهيت. هنطلعها بقى السمك بتاعنا هنطلعه نحطه على المنديل عشان خاطر يصفي الزيت زي ما قلت لكم. وهنحط سمك غيره طبعا، بنطلع ونحط غيره على طول عشان خاطر لسه الزيت سخن، فكله يتحمر مع بعضه. ما نبقاش نقعد نستنى شويه الزيت يهدى ونيجي نستنى لما يسخن تاني. هو ورا بعضه كده وخلاص. كده خلاص هنخلص السمك وهرجع لكم تاني. ادي السمك بتاعنا بعد ما خلص. ادي عملنا الرز الصياديه زي ما انتم شايفين، وعملنا سلطه عادي سلطه خضراء، وعملنا السمك بتاعنا المقلي. كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ويا رب فيديوهاتنا كلها تكون بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زي ما شفنا عملنا الاسماك بتاعتنا ازاي. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ويا رب فيديوهاتنا كلها تكون بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. باي باي.